ازيك يا سيد؟ مساء الخير عليكم يا شباب، مساء الخير. يعني متعود معاكم كده نطلع بعد كل ماتش نتكلم على الماتش اللي موجود النهارده. طبعا مليون مبروك للجزائر، ده اخونا طبعا من الجزائر سانتوس. مبروك طبعا للشباب بوليسداد النهارده. والحقيقه ان ده يعني للمعلومه، يعني ان مفيش فريق جزائري يجي كسب اي فريق مصري هنا في اي بطوله رسميه الا النهارده. فبالتالي كل التقدير والاحترام لفريق بلوزداد اللي كسب النهارده. مبروك، الف الف مبروك. الزمالك، يعني الله يكون في عون جمهور نادي الزمالك. الامور بالنسبه له طبعا بقت صعبه جدا. الجمهور بيدور على حلول، ايه الحل وايه الاسباب اللي حصل في الفريق انه يوصل للمرحله دي. امور واضحه، واعتقد جمهور الزمالك ابتدى يتفهم ايه اللي بيحصل في الفريق وفي النادي. عشان كده لازم يكون في وقفه. انا يعني وقفه مفروض، يعني سواء بقى من الجمهور، انا ما اعرفش الاداره ايه موقفها. واضح جدا ان مع فريرا الامور بالنسبه له ما كانش المفروض يرجع. ده من وجهه نظري. رجوعه بوظ الدنيا، وبالتالي يعني الامور بالنسبه للفريق واضح انها تروح اوحش في اوحش. النهارده ما ينفعش ابدا كنادي الزمالك تكون بدايه مشوار للبطوله جديده يحصل لها كده، يتغلب على ارضه وسط جمهوره. جمهور نادي الزمالك ايه ذنبه في اللي بيحصل له؟ الحقيقه صعبانين عليا جمهور، ومتضايق جدا عشان خاطرهم. في الاول وفي الاخر نادي الزمالك برضه نادي مصري بيمثل مصر، بعيد عن النظر ان انا راجل اهلاوي وبحب الاهلي. والله يا جماعه انا طالع بجد، مش طالع بشمت في حاجه، انا طالع بتكلم يعني باللي انا شايفه في نادي الزمالك. نادي الزمالك لما بيبقى كويس اعتقد البطولات اللي الاهلي بيشارك فيها وبيحصل عليها كمان بتبقى حلوه. ده انا بكلمكم، لو انا ببقى عايز الزمالك يبقى احسن حالاته عشان تبقى فيه منافسه. ولما الاهلي ياخد البطوله مثلا كاهلاوي، انا بشجع الاهلي، يبقى بطوله حلوه، بطوله بنستمتع بيها. لكن لو الزمالك بعيد عن المستوى، حتى لو الاهلي اخد البطوله بتبقى ايه طعمها مثلا ايه، يعني الاهلي اخدها ببساطه، يعني ما خدهاش بصعوبه. فبالتالي لما الزمالك بيبقى كويس الامور بتبقى يعني فيها منافسه قويه. لكن الحقيقه لازم نادي الزمالك يعيد حساباته، اللعيبه نفسها لازم تعيد حساباتها. لعيبه نادي الزمالك دي لا يمكن تكون يعني تنفع في نادي الزمالك حقيقه، ولا روح ولا اداء ولا مهاره. انا ما اعرفش الحقيقه دول يعني بيلعبوا في نادي كبير ازاي. انديه اللي كان فيها فاروق جعفر، حسن شحاته، نادي الزمالك ده كباتن كبيره، فاروق جعفر، حسن شحاته، اشرف قاسم، ابراهيم يوسف، اللعيبه الكبار دول مش عايز انسى اسماء، لكن اللعيبه دي ما تعرفش ايه كانوا بيلعبوا في. اللعيبه اللي قبل كده كانوا مين واسمائهم ايه وكانوا بيعملوا ايه في الملعب. لا، الموضوع بقى زاد عن حد بالنسبه للعيبه نادي الزمالك. اداره نادي الزمالك انا مش هتكلم عليها، الجمهور هو اللي يحدد موقف الاداره، وهل الاداره ماشيه صح ولا مش ماشيه صح. انا ما اقدرش اتكلمش انا في الحته دي. انا بتكلم في الكوره، وبتكلم في ان الامور بالنسبه. حبيبي حبيبي معلش مش دلوقتي، انا بعد اذنك. وبتكلم في ان لازم الجمهور يبقى ليه رأي في وجود المدير الفني، او وجود او يعاقب اللعيبه، يبقى موجود مع اللعيبه يوجههم صح. اعتقد ان جمهور الاهلي لما فريقه بيقع بس ماتش بيعرف يوقف فريقه على حيله تاني، سواء بقى ان هو يقف معاهم او يبتدي ياخد منهم موقف. انا بتكلم للعيبه. والحقيقه انا لما بقعد في البرنامج وبتكلم على نادي الزمالك بشوف ان يعني الامور واضحه لينا كمحللين وخبره واللي بيشوفوا الكوره، ان نادي الزمالك رايح في حته ممكن تبقى صعبه جدا. ممكن تبقى صعبه جدا النهارده. نادي الزمالك اما تيجي تبص في جدول الدوري
وانا قلت الكلام ده في البرنامج عندي، المقاولين يكسب، الاتحاد يكسب، الزمالك هينزل للمركز السادس. النهارده نادي الزمالك حصل فعلا، المقاولين كسب، الاتحاد كسب، موجود في المركز السادس. تيجي نروح للدوري الابطال، اخر المجموعه نادي الزمالك، ايه اللي هيحصل في نادي الزمالك بعد كده؟ الامور هتبقى صعبه، لان واضح جدا ان اللعيبه حالتها النفسيه بعيد خالص، ومش هتطلع لقدام الا لو كسبوا ماتش او اتنين او تلاته ويرجعوا مره تاني، وده واضح ان الامور دي مش هتحصل خالص. يعني اللعيبه بالمنظر ده، انا مش شايف غير زيزو هو اللي بيحاول، فتوح شويه، عواد طبعا يعني لا حول له ولا قوه، الامور بالنسبه له بقت صعبه. واضح كمان ان توفيق غايب عن نادي الزمالك، توفيق غايب عن نادي الزمالك، وده ليه اسبابه، يعني ليه اسبابه، الله اعلم ايه اللي بيحصل جوه نادي الزمالك. طبعا سواء بقى من اللعيبه مع بعض، الجهاز واللعيبه، الاداره واللعيبه، ايه اللي بيحصل ده اكيد بيأثر، لان التوفيق لما بيبقى موجود مع فريق لا يمكن يحصل لها اللي بيحصل لنادي الزمالك في الوقت الحالي. ف الله يكون في عون الجمهور، اللي انا شايفه كان بيهتف باسم اللعيبه في الاول، وان هم بيتكلموا على افريقيا، وان دي البطوله المفروض الوحيده اللي يمكن تكون فاضله وفيها امل كبير. لكن دلوقتي الامور يعني بدايه غير موفقه وبدايه صعبه جدا. فيعني ايه اللي هيحصل لنادي الزمالك والفريق؟ الخساره دي اعتقد احنا بنتكلم نادي الزمالك ما كسبش غير ماتش واحد من بدايه السنه، ماتش فيوتشر. يعني فريق بطل ولا فريق اسمه الكبير ما يكسبش غير ماتش واحد من حوالي 7-8 ماتشات او 8 ماتشات او 9 ماتشات. ده الموضوع يعني ايه بقى صعب جدا. كابتن محمد فتحي ابو الكباتن، ازيك يا ابو الكباتن؟ سامح بيقول لي المشوار الافريقي لسه بادئ. ماشي، انا ما بقولكش ان البدايه مش حلو، البدايه مش حلو. فتخيل بعد كده، هل انت شايف ان مستوى الفني للعيبه ممكن بعد خساره النهارده يقول لك ان انت ممكن تكسب الماتشات الجايه وانت خسران على ارضك في اول ماتش؟ المفروض وانت بعد ما انت راجع من نتائج وحشه في الماتشات اللي فاتت ترجع تكسب بعد خسارتك على ارضك وبره ارضك. يعني اعتقد النهارده كانت فرصه للعيبه، فرصه للجهاز الفني، ان الامور كان يكسبها النهارده. انا مستغرب بس الراجل فيريرا بيعمل ايه في الملعب، هو ده اللي انا مستغرب له. ايه خطته، ايه اهدافه في الملعب، مشاركته للعيبه، التشكيله، التغييرات، كل الحاجات دي واضح ان بص يعني اكيد انتوا برضو متابعين معايا. انا بحب جدا اشارك اخواتي اللي على الصفحه هنا في رايهم. يعني هل الراجل ده بيحط تشكيله صح؟ هل الراجل ده بيحط تغييرات صح؟ هل الراجل ده اصلا فيه خطه؟ يعني انا ابتديت اصدق رضا عبد العال لما بيقول لي ده هو كان ماشيه كده والمكنه كانت مطلعه قماش، مع اني ما كنتش بقتنع بالكلام بتاعه، بس ابتديت اقتنع بيه مع فريرا بالذات. يعني مع فريرا بالذات ايه اللي غير؟ ايه اللي حصل؟ هم نفس اللعيبه، بل بالعكس، زاد عليهم لعيبه جديده ولعيبه كويسه. انا كنت بشوف مصطفى شلبي ده يعني مكسر الدنيا في امبي، دونجا ده كنت بشوفه احسن خط وسط في بيراميدز وفي مصر، الزناري. يعني الناس دي ايه اللي حصل لها؟ ولا اللي بيخش نادي الزمالك ايه اللي بيحصل له؟ ايه بيسمع، ايه بيشوف، ايه بيتمرن ايه عشان يحصل كده؟ ما هو ده انا اسئله نادي الزمالك وجمهوره لازم يسالها. ايه اللي بيحصل في اللعيبه دي؟ هل جمهور نادي الزمالك مقصر مع لعيبته عشان لما يشوفهم في ماتش بيتغلب يسيبهم يقولوا معلش الماتش الجاي؟ ممكن جمهور الزمالك مدلع على اللعيبه او مدلع على الاداره، عكس جمهور الاهلي. ده وجهه نظري، ده ما عنديش حل غير كده. يعني احنا كنا حقيقه يعني نتعادل ماتش واحد ما بعرفش انزل في الشارع، ما اعرفش انزل في الشارع. ممكن جمهور الزمالك بيسيب اللعيبه عادي، ودي مأثره عليهم. كابتن محمد بيقول لي ان نادي الزمالك يفتقد صانع الالعاب، وللاسف الصفقات الجديده الظروف مش مساعداها. يعني انت شايفها صفقات كويسه يا كابتن محمد؟ ما اعرفش، يعني الواحد
الامور صعبه جدا. سمير انا لا ان شاء الله بكره بيبقى بدايه الاسبوع بتاعتي، ومكمل معاك لغايه يوم الثلاث يعني الحلقات بتاعتي. يا جماعه يا محمود، اداره النادي طبعا لازم تكون مسؤوله، ورئيس النادي اكيد مسؤول. الاعضاء مجلس الاداره حتى لو هم ارائهم ما بتتاخدش بيها، لكن مسؤولين. ده نادي كبير، جمهور كبير، جمهور محترم. ما ينفعش ابدا اللي يحصل فيه في فريقه يبقى بالشكل ده، ما يبقوش مبسوطين. يعني اعتقد ان جمهور الزمالك يعني كل ماتش يقول لك ايه، انا هروح بكره الصبح الشغل ازاي، هقابل الاهلاويه ازاي، هروح مبسوط ازاي. ما خلي بالكم برضو الكرة بتغير في المزاج العام، فاللي بيحصل دلوقتي ده المزاج العام بالنسبه للزملكاويه صعب في الحضيض الصراحه. فعشان كده بقول الله يكون في عونكم. ازيك يا تامر، اخبارك يا تامر؟ تامر محمد. فالحقيقه يعني الحلول اللي بقت بالنسبه لنادي الزمالك صعبه جدا. انا كنت مره كلمت قلت ان نادي الزمالك ممكن يعني يبقى في تهديد ليه يعني انت بتتكلم دلوقتي فاضل دور بحاله. تخيلوا نادي الزمالك عدد الماتشات اللي خسرها واللي تعادلها حصلت في الدور الثاني، ايه اللي هيبقى موقف نادي الزمالك في الدوري؟ ايه اللي هيبقى موقف نادي الزمالك في دوري الابطال؟ هيبقى فين؟ موقفه فين؟ خلي بالك انت بتتغلب من اسوان، بتتعادل مع الداخليه، بتتغلب من فاركو. يعني احنا بنتكلم مش في فرق في المقدمه كمان. كسبت فيوتشر بس بصعوبه. فهي دي النقطه. ممكن يبقى موقفك على اخر الدوري انت فين. لازم جمهور الزمالك يبقى ليه تدخل، سواء بمطالبه بقى باللعيبه بان هم يعني يكون موقفهم مع اللعيبه مختلف، موقفهم مع الاداره مختلف. انا يا جماعه ماليش دعوه، لا عزت، انا ماليش دعوه بالاداره. انا بقول الاداره ليها دور في اللي بيحصل في نادي الزمالك. حلو كده، مبسوط. عايزني اقول لك ايه؟ المستشار مرتضى منصور رئيس النادي ليه دعوه باللي بيحصل في الفريق. مبسوط كده يا عم علاء؟ امال مين اللي هيبقى؟ ما هو الاداره هي كل شيء. ان هي بتجيب المدرب وترجعه. يعني ايه مدرب يمشي ويرجع بعدها بماتش ويقعد مع المدير الفني اللي المفروض الاداره قالت ان هو هيبقى موجود زي اسامه نبيه؟ ايه اللي يحصل؟ يعني ايه الفكر انه يروح ويرجع؟ انا ما اعرفش الدواخل، بس حتى لو نادي الزمالك ما كانش قادر يدفع الفلوس بتاعه الشرط الجزائي، لا كانوا يتصرفوا ويفضل اسامه نبيه، او يجيبوا مدير فني، او يجيبوا جهاز تاني كامل. لكن اللي حصل للفريق كده، لا الموضوع بقى صعب جدا لنادي الزمالك. انا بس عايز رايكم، هل ممكن نادي الزمالك يكمل في دوري الابطال بالشكل ده؟ هل ممكن نادي الزمالك يرجع للمربع الذهبي؟ خلي بالكم الزمالك دلوقتي مركز سادس، فاضل ماتش تقريبا على نهايه الدور الاول. لو الماتش او الاتحاد الدولي، الاتحاد الافريقي انا اسف، قال انا عايز الفرق اللي هتخش دوري الابطال، ايه اللي هيحصل لنادي الزمالك؟ نادي الزمالك مش هيشارك، عشان تبقوا فاهمين. وده انا قلته في البرنامج. الاتحاد والمقاولين كسبوا، خلاص نادي الزمالك بعيد عن دوري الابطال. في حاله لو الاتحاد الافريقي قال لك قبل نهايه الموسم انا عايز اسماء الفرق، هيروحوا بقى كده للدور الاول. واول اربعه في الدور الاول هيكون الاربعه اللي زي بقى فيوتشر، بيراميدز، الاهلي طبعا اول دوري، ومعاهم المقاولين العرب. تخيلوا بقى ان الزمالك هيبقى بعيد خالص. طيب اتمنى بقى ان شاء الله بكره، يعني ده نادي الزمالك، اتمنى ان شاء الله بكره الاهلي يحقق لنا المركز الثالث. عمل ماتش يعني كل التقدير وكل الاحترام لفريق الاهلي، بيلعب يعني فريق ما حصلش، وده فريق كبير جدا حتى في الغيابات اللي عنده، لكن فريق كبير. هي دي الامكانيات والفرق ما بين الكره الاوروبيه والكره اللي في مصر. مهما كان طبعا الاهلي فريق كبير، لكن طبعا بيقابل ريال مدريد. اتمنى بكره فلامينجو الامور بالنسبه لينا وما بين فلامينجو الامور يعني مش بعيد في المستويات، نقدر ان شاء الله نحقق المركز الثالث. وده حققناه قبل كده كتير. كان عندنا امل ان الاهلي ياخد كده يخش النهائي، وكان ليه لا يعني ان هو ياخد المركز الاول. لكن طبعا مواجهه ريال مدريد هي كانت صعبه حقيقه، صعبه بجد. لكن ان شاء الله بكره
كل التوفيق للنادي الاهلي، يا رب ان شاء الله التشكيله تبقى مظبوطه، ولو لعبنا بنفس الاداء والطريقه والضغط اللي حصل في ماتش ريال مدريد يبقى الامور ماشيه بشكل كويس. يا كابتن محمد، امال مين هيبقى الرابع؟ مين هيبقى الرابع؟ تفتكر مين هيبقى الرابع في الدوري؟ انت قصدك عشان ماتش المقاولين فاضل ماتش المقاولين مع الاهلي في الدور الاول. يعني انا بقول لك يعني. طب هنرجع للجدول تاني، هتلاقي برضو المقاولين هيبقى رابع. هتلاقي المقاولين يبقى رابع. فاتمنى ان شاء الله بكره الاهلي يحقق المركز الثالث.